النهاردة هنحكي عن قضية كانت الإلهام لواحد من أشهر أفلام الرعب الدموية في العصر الحديث، والقضية دي هتحسسك إنها من وحي الخيال فعلا، خصوصا إنها مش مجرد قصة جريمة حقيقية وبس، دي كمان المفروض إن فيها عنصر خارق للطبيعة. دي القصة الحقيقية اللي ورا فيلم سكريم اللي نزل سنة 96، وزي فيلم سكريم بالظبط القصة الحقيقية بدأت بجريمة قتل صادمة وبشعة. أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، يلا بينا نبدأها. الموضوع بدأ يوم 24 أغسطس سنة 1990، يعني قبل الفيلم ب6 سنين بالظبط، لما طالبتين في جامعة فلوريدا خسروا حياتهم. اسمهم كان سونيا لارسون وكريستينا بول. الاتنين كان عندهم 17 سنة في الوقت ده، كانوا عايشين في نفس الشقة في مدينة جينزفيل في ولاية فلوريدا. ده برضو المكان اللي خسروا فيه حياتهم للأسف. حسب اللي البوليس قدر يوصله، شخص ما اقتحم شقة البنات دي في وقت بدري من صباح اليوم ده وهما الاتنين نايمين سنة 90، وبعدها المقتحم ده دخل أوضة نوم كريستينا وطعنها. طبعا كريستينا صحيت فورا وبدأت تقاوم وتدافع عن نفسها، بس المهاجم لزق بقها بشريط لاصق عشان محدش يسمع صرخاتها. بعدها فضل يطعن فيها مرة ورا التانية لحد ما ماتت. العنف كان وحشي ومؤثر. كريستينا أخدت أقل من دقيقة عشان تموت من إصاباتها في مكانها، ورغم إنها قاومت جامد واتخربشت في دراعاتها وجسمها، هي ما قدرتش تعمل دوشة كفاية حتى عشان تصحي صاحبتها اللي ساكنة معاها في نفس الشقة. فسونيا كانت لسه نايمة في الوقت ده، وكان سهل جدا على القاتل انه يتسحب من اوضه كريستينا للكنبه اللي سونيا كانت نايمه عليها، بس هي صحيت لما سمعت الصوت المميز للشريط اللاصق وهو بيتقطع من البكره بتاعته. فتحت عينيها في نفس اللحظه اللي المهاجم كان بيحط فيها جزء من الشريط اللاصق على بقها، وزي صاحبتها بالظبط هي قاومته. بس للأسف الرجل ده قدر يتغلب عليها لوقت كافي بأنه يكتف إيديها مع بعض. بمجرد ما بقت مقيدة بدأ يقطع في هدومها واعتدى عليها جنسيا، وبعدين المهاجم خلى سونيا تلف على بطنها وطعنها 5 مرات في ظهرها، واتقتلت برضه في مكانها في دقايق معدودة. رغم كل البشاعة اللي حصلت دي، القاتل كان لسه ما انتهاش. هو بعدها شوه جثث كريستينا وسونيا، ومن ضمن الحاجات اللي عملها انه قطع اجزاء من لحمهم واخدها معاه. كمان حط جثثهم في اوضاع معينة، ودي كانت طريقة عشان يضمن ان البوليس اول ما يلاقي مسرح الجريمة يعرفوا ان دي كانت جريمة قتل متعمدة وبشعة ومقرفة. القاتل كان بيتحدى ضحاياه والسلطات في نفس الوقت، وللأسف العنف ما انتهاش عند كده. تاني ليلة على طول يوم السبت 25 أغسطس، بنت عندها 18 سنة اسمها كريستا هوي كانت خارجة بتنبسط وبتتفسح. كريستا كانت طالبة في الجامعة، وكانت ساكنة على بعد حوالي 3 كيلو بس من كريستينا وسونيا. المهم كانت ليلة سبت وكريستا كانت عايزة تخرج، عشان كده فضلت سهرانة بره لحد بعد الفجر بشوية. الساعة كانت قربت على 11 صباحا لما رجعت بيتها أخيرا، ومن أول لحظة حطت رجليها جوه شقتها حست إن في حاجة غلط. كان في باب إزاز جرار هي دايما كانت بتسيبه مقفول ومتربس، بس دلوقتي كان مفتوح قدامها. وقبل ما كريستا حتى تلحق تستوعب هي شايفة إيه، حست بدراع بيلف حوالين رقبتها. حد كان لسه ماسكها من وراها. كريستا ما كانش عندها أي طريقة تعرف مين ده، بس ده كان نفس الرجل اللي قتل سونيا وكريستينا الليلة اللي قبلها. الرجل ده كان فضل ساعات مستني كريستا ترجع البيت، ودلوقتي بعد ما بقت في قبضته اتحرك بسرعة. زي المرة اللي فاتت بالظبط سيطر عليها، وبعدين استخدم شريط لاصق قوي عشان يكمم بقها ويقيدها. الرجل ده زقها غصب عنها لحد أوضة النوم، وهناك اغتصبها وطعنها. وبعد ما ماتت الرجل ده شوه جثتها بنفس الطريقة اللي عملها مع الاتنين التانيين، بس المرة دي هو علق على نفسه وقطع راس كريستا وحطها على رف الكتب بتاعها. هو حطها في وضعية بحيث يخليها كأنها بتبص على جسمها اللي من غير راس، حاجة قذرة. الموضوع شيطاني تماما. بحلول الوقت ده كان حصل 3 جرائم قتل في يومين في الحرم الجامعي ده. كل الضحايا كانوا طلبة في جامعة فلوريدا، وعشان كده التقارير الإخبارية ادت للقاتل المجهول ده لقب سفاح جينزفيل. دلوقتي محدش كان عارف إذا كان سفاح جينزفيل هيضرب تاني ولا لأ، ومع مرور الوقت لحد يوم الأحد 26 أغسطس كل الناس كانت على أعصابها. في كل حتة في الحرم الجامعي الناس فضلت قاعدة في بيوتها وقافلين أبوابهم بالمفتاح. السكان المحليين نزلوا يشتروا أسلحة يقدروا يدافعوا بيها عن نفسهم. كلهم كانوا عمالين يسألوا نفسهم مين ممكن يكون أصلا بيعمل كده. بس على ما اليوم خلص ما كانش في أي تقارير جديدة عن أي جرائم قتل تانية. الناس حسوا بارتياح شوية. يمكن موجة القتل دي أيا كان مين اللي عملها في الليلتين اللي فاتوا تكون انتهت. بس بعدين جه يوم الاثنين يوم 27. في الليلة دي مانيتا بودا اللي عنده 23 سنة كان نايم في شقته اللي كان عايش فيها مع زميلته في السكن تريسي بيس اللي عندها 23 سنة. مرة تانية هما الاتنين كانوا طلبة في جامعة جينزفيل، بس على عكس الضحايا التانيين ماني كان ولد.
ده طبعا ما وقفش سفاح جينزفيل من انه يقتحم الشقة. هو تسلل لغرفة ماني وبعدين طعنه وهو نايم. ماني صحي من النوم وقاوم شوية، بس هو كان اصلا مصاب اصابات بالغة لدرجة انه ما قدرش يقاوم كويس او ينقذ نفسه. مع ذلك هو عمل دوشة كبيرة وهو بيقاوم سفاح جينزفيل، وكانت عالية كفاية عشان تصحي تريسي حبيبته. فهي قامت من السرير وراحت ناحية أوضة ماني عشان تشوف ايه اللي بيحصل، إلا إنها بمجرد ما بصت من الباب وشافت الشخص ده بيطعنه اترعبت. تريسي كانت شافت التقارير الإخبارية زيها زي كل الناس في المدينة، وكانت عارفة الرجل ده عمل ايه في البنات التانيين في الحرم الجامعي. عشان كده على طول لفت ورجعت تجري، قدرت توصل لحد أوضة نومها وقفلت الباب وراها بالمفتاح. بس خليكوا فاكرين احنا في سنة 1990 ومعظم الناس ما كانش معاهم موبايلات لسه، فتريسي ما كانش عندها اي طريقة تتصل بيها بالإسعاف او الشرطة وتجيب بيها اي مساعدة لماني او لنفسها. كل اللي قدرت تعمله هي انها تحاول تحافظ على نفسها آمنة وحية، بس لسوء الحظ السفاح كان لمحها لما دخلت أوضة ماني. ورغم ان ماني كان لسه ما ماتش، الا انه كان مصاب كفاية لدرجة انه ما كانش فيه اي خطورة من انه يهرب. فسفاح جينزفيل اتحرك من أوضة ماني لباب أوضة تريسي المقفول وفضل يخبط فيه بكتفه لحد ما كسره. من هنا لحظات تريسي الأخيرة حصلت زي ما حصل مع الضحايا التانيين بالظبط للأسف. السفاح مسكها وثبتها ولزق بقها وإيديها بشريط اللاصق، اغتصبها وبعدين طعنها لحد ما ماتت. بعد كده شوه جثتها وحطها في وضعية معينة، وعلى ما خلص تريسي وماني كانوا الاتنين ماتوا خلاص، وهما دلوقتي بقوا الضحية الرابعة والخامسة في موجة القتل دي. طبعا الناس في جينزفيل كانوا مرعوبين في الوقت ده. في سفاح طليق في المدينة بتاعتهم بالفعل أخد 5 أرواح لحد دلوقتي في ظرف 3 أيام، وما كانش باين إن الشرطة حتى قربوا من إنهم يقبضوا عليه. عشان كده كتير من السكان المحليين خصوصا طلبة جامعة فلوريدا عملوا حاجات كتير جدا عشان يحافظوا على سلامتهم. كتير منهم كانوا بيعملوا سهرات جماعية كبيرة يعزموا كل صحابهم يجوا يباتوا عندهم. الفكرة كانت إنهم يحسوا بأمان أكتر لما يتكدسوا 4 أو 5 في غرفة معيشة واحدة بدل ما يخلوا كل واحد ينام في أوضته. ساعات كانوا بيخلوا الناس تاخد أدوار عشان يفضلوا صاحيين طوال الليل، حد بيراقب يعني، حد يفضل عينه على الباب ويبقى مستعد إنه يصرخ عشان المساعدة. فوق كل ده كل الناس كانت بتستخدم نظام الصاحب في الوقت ده، حتى لو كان في نص النهار. الناس ما كانتش بتخرج بره إلا لو معاهم حد من صحابهم. طلبة كتير كانوا بيشيلوا مضارب بيسبول عشان يحاولوا يدافعوا عن نفسهم لو حصل أي حاجة. طبعا الجامعة عملت كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ على سلامة طلبتها، لغوا كل المحاضرات بتاعتهم لمدة أسبوع كامل عشان محدش يحس إنه مضطر يسيب بيته ويعرض نفسه للخطر. بس مع ذلك ده ما كانش كفاية بالنسبة لبعض الطلبة. آلاف الناس هربت من الحرم الجامعي ورجعوا لبيوتهم أو سافروا برا البلد. كانوا عايزين يبعدوا على قد ما يقدروا عن اللي بيحصل في جينزفيل. حوالي 700 من الطلبة دول وصل بيهم الأمر إنهم يسيبوا الجامعة تماما. هما بس ما حسوش بالأمان في الكلية، والتفكير كان إنه حتى لو القاتل اتقبض عليه هما برضو مش عايزين يكونوا في حرم جامعي حصل فيه جرائم قتل بشعة كتير في ظرف أيام. طبيعي واحنا بنتكلم عن كل ده البوليس كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحاول يحل الجريمة الفظيعة دي. بس المشكلة كانت إن القاتل كان شاطر في إنه يمحي أثره بالفعل. المحققين كانوا عايزين يجمعوا الحمض النووي من الجثث، بما في ذلك طبعا عينات السائل المنوي من الضحايا اللي تم اغتصابهم، لكن ده كان مستحيل. القاتل كان استخدم مواد كيميائية منظفة على بقايا ضحاياه عشان يدمر المادة الوراثية بتاعته، فالمحققين ما قدروش يلاقوا غير عينات حمض نووي جزئية. القاتل برضه كان لم كل حتة من الشرايط اللاصقة من مسارح الجريمة دي، وعمره ما ساب وراه أي بصمة صوابع أو أي دليل مادي تاني يدل على هويته. المحققين كان كل أملهم إنه قريب يغلط ويسيب حاجة تدينه وراه في قضية تانية. إلا إنه بعد جريمة قتل ماني وتريسي موجة السفاح دي وقفت وما بقاش فيه أي جرائم قتل تانية. دلوقتي طبعا دي حاجة كويسة، كل الناس كانت مبسوطة إن محدش تاني فقد حياته، بس ده كان معناه برضه إن المحققين ما عندهمش أي طريقة يجمعوا بيها أدلة جديدة. ومع مرور الأسابيع المحققين والطب الشرعي حاولوا يحللوا مسارح الجريمة، خصوصا الطرق المحددة اللي السفاح شوه بيها الجثث وحطها في وضعيات معينة. ده قال لهم شوية عن سيكولوجية السفاح ده، بس هم كانوا لسه ما يعرفوش أهم تفصيلة وهي مين هو. بعدين بوليس جينزفيل جات له معلومات صعبت الموقف أكتر. بعد كام يوم من الجرائم دي مجموعة من الضباط في مكان اسمه شريف بورت في لويزيانا تواصلوا مع اسم شرطة جينزفيل. كانوا معتقدين إن السفاح ممكن يكون له علاقة بقضايا قتل أكتر مش محلولة من بلدهم.
دلوقتي خلونا نرجع لنوفمبر سنة 1989 قبل حوالي 10 شهور من موجة القتل اللي في فلوريدا. يوم 4 كان في حد اقتحم بيت كان عايش فيه 3 أشخاص: تيم جرايوم اللي عنده 55 سنة، وبنته جولي اللي عندها 24 سنة، وابنه شون اللي عنده 8 سنين. الشخص اللي اقتحم البيت ده قتلهم هما ال3 وشوه الجثث وحطها في وضعيات معينة بعد كده، والطريقة المحددة اللي شوه بيها البقايا دلوقتي بقت تبان مألوفة، كانت شبه جدا الجرائم اللي في فلوريدا. عشان كده المحققين في لويزيانا فكروا دي مستحيل تكون صدفة، يمكن الجرائم دي كلها ارتكبت من نفس الشخص. فمن هنا الأقسام المختلفة جمعت الأدلة الجينية اللي كانت معاهم. زي ما قلت قبل كده شرطة جينزفيل كان معاهم حمض نووي جزئي، بس كان في كمية كافية منها للمقارنة مع العينات اللي ضباط شريف بورت جمعوها من مسرح الجريمة بتاع القتل الثلاثية دي. بس الموضوع أخد وقت طويل، وبحلول يناير سنة 91 المحققين أكدوا إن كل جرائم القتل دي ارتكبها نفس الشخص. ومش بس كده، المحققين قدروا أخيرا يحددوا هوية القاتل، لأن اسمعوا دي بقى، هو أصلا كان عنده سجل إجرامي واتقبض عليه قبل كده، وكان متسجل بالفعل في قاعدة بيانات شريف بورت. والأهم من كده، أثناء ما المحققين كانوا لسه بيعرفوا كل المعلومات دي، جات لهم معلومة تانية مفيدة. كانت من سيدة كانت عايشة في شريف بورت وقت جرائم قتل توم وجوليان وشون اللي هم أول جرائم ليه. هي كانت تعرف جار ليها كان دايما بيبان عليه إنه عدواني وعنيف شوية، وهو ساب المدينة على طول قبل موجة القتل اللي حصلت في جينزفيل. والرجل اللي هي قالت اسمه ده كان هو نفس الشخص اللي الدي ان ايه بتاعه طابق مسارح الجرائم في جينزفيل. والأهم من كل ده، المحققين ما كانوش محتاجين يدوروا عليه أو يعرفوا هو هرب راح فين بعد جرائم جينزفيل، لأنهم كانوا عارفين مكانه بالفعل. هو كان محبوس في سجن مقاطعة ماريان في فلوريدا اللي كانت على بعد 60 كيلو من جينزفيل، وكان بيواجه تهم ملهاش أي علاقة بموجة القتل دي. الشخص ده كان اسمه داني هارولد رولينج. خلونا نتكلم شوية عن خلفية داني قبل ما نخش في الجرائم. داني اتولد سنة 1954 في شريف بورت، وللأسف اتربى في بيئة عنيفة جدا. والده كان عنيف جسديا معاه ومامته وأخوه الصغير، وفوق كل ده في ليلة وهو صغير داني شهد على جريمة مروعة. هو كان بيتعشى مع باباه ومامته وجده وجدته، وفي الوقت ده جده وجدته بدأوا يتخانقوا مع بعض، والجد اتعصب لدرجة انه مسك سكينة وبعدين بإيده التانية مسك زوجته من شعرها وبدأ يدبح في رقبتها بالسكينة دي. ما وقفش البشاعة اللي بيعملها دي غير لما فصل راسها عن جسمها، وعمل كل ده قدام داني اللي شاف المشهد البشع ده كله. وغني عن القول ان كل ده كان مقلق جدا لولد صغير في سنه. لما وصل للمرحلة الإعدادية بدأ يعمل مشاكل ويدخل في مصايب كتير، وده كمان كان الوقت اللي بدأ فيه يبقى عدواني جنسيا مع البنات والسيدات اللي يعرفهم. لما داني كان عنده 14 سنة بس اتمسك وهو بيتجسس على بنت من جيرانهم أثناء ما كانت بتغير هدومها في أوضة نومها. لما لفت لقت داني بيبص عليها من الشباك بتاعهم. طبعا هي قالت لأهلها اللي كلموا والد داني، وبعدين والده ضربه، وده اللي كان بيعمله دايما لما كان بيتعصب على داني. أول ما داني تم 18 سنة حاول يتطوع في الجيش، وأول اختيار ليه كان البحرية الأمريكية، بس طلبه ده اترفض. فبدلا من كده انضم لسلاح الطيران، بس داني ما قعدش غير فترة قصيرة قبل ما يسيبه. ومن هنا حياته في عالم الجريمة بدأت بالفعل. داني كان داخل طالع من السجن طوال فترة السبعينات والثمانينات، كان بيرتكب جرائم سرقة وكان بيشرب مخدرات، وخلال الوقت ده داني اتجوز. كان بيعتدي على زوجته جسديا، فده كان معناه انه كمان كان بيتقبض عليه بتهمة العنف الأسري فوق كل ده. في النهاية زوجته سابته، وكان غضبان لدرجة انه قرر انه يعاقب اول سيدة يشوفها تفكره بزوجته السابقة. عشان كده تتبع سيدة غريبة شبه مراته اللي فاتت واغتصبها. دلوقتي السجل الإجرامي بتاع داني كان بيطول يوم عن يوم، وممكن تكونوا بتسألوا ازاي الراجل ده أصلا كان بره السجن في الوقت ده. الإجابة إن في معظم الوقت هما ما كانوش بيخرجوه عن عمد. داني بقى خبير في الهروب من السجن، فتقريبا ما كانش بيفرق هو متهم بجرائم ايه او مدة عقوبته قد ايه. كان دايما بيلاقي طريقة يهرب بيها من اي سجن هو موجود فيه. وفي وسط كل ده هو قتل واحد لأول مرة، بس ما كانتش جريمة قتل عمد، كان مجرد حادث عربية وواحدة ست ماتت في الحادث ده. الموضوع ما كانش مقصود، بس أثر على صحة داني النفسية. حالته اتدهورت، وللسخرية هو تعامل مع عار ان هو اخد حياة انسان تاني بانه بقى اعنف اكتر. كل ده وصل لذروته يوم 4 نوفمبر سنة 89 لما داني تجاوز كل الحدود وبقى قاتل حقيقي. ده كان الوقت اللي قتل فيه توم وجولي وشون في شريف بورت، مسقط رأسه والحي بتاعه. الشرطة ما كانوش لسه متأكدين هو ليه اختار يستهدف ال3 دول أو إيه كانت دوافعه، بس الخيوط بدأت تتجمع.
بحلول الوقت ده المحققين فهموا ان اللي بيحرك داني هو الغضب. لما الامور ما كانتش بتمشي زي ما هو عايز كان بينفجر ويأذي ناس تانية. على سبيل المثال في مايو 1990 داني اترفد من شغله. هو دايما كان عنده مشكلة انه يفضل في وظيفة ثابتة، فكان بيترفد من الشغل بانتظام. بس لسبب ما المرة دي داني أخد الموضوع بتاع الفصل ده بشكل شخصي، وفي نفس الليلة رجع البيت وكان معاه مسدس. وأول ما داني شاف والده اللي كان عايش معاه في الوقت ده ضربه طلقتين، وموقفش يشوف والده كويس ولا كلف نفسه انه يطلب الاسعاف. هو بس لف ومشي وساب والده بيحتضر في بيتهم. والده كان مضروب طلقة في جذعه وطلقة تانية في وشه، وفي الآخر فقد عين وودن من جسمه، بس هو فعلا نجا من إطلاق النار. بس داني حتى ما قعدش عشان يعرف كل ده. هو بمجرد ما ضرب والده بالنار قرر انه ما ينفعش يقعد في البيت ويستنى الشرطة يقبضوا عليه، كان لازم يهرب من البلد. فداني بدأ يستخدم اسم مزيف ونقل لجينزفيل في فلوريدا. في جينزفيل داني ما كانش معاه أي فلوس، فما كانش يقدر يستأجر شقة، فبدلا من كده هو خيم في خيمة. الخيمة دي كانت منصوبة في منطقة شجرية قريبة جدا من حرم جامعة فلوريدا. ومثير للاهتمام كان في شارع مش بعيد قوي عن الغابة كان مليان بمجمعات سكنية، كتير منها كان عليه أسوار عشان تمنع الحيوانات البرية إنها تطلع من الغابة وتدخل على ممتلكات الشقق. بس داني أدرك إنه سهل جدا ينط من فوق السور ده ويتسلل من خلال الفتحات بتاعته، ومن هنا الموضوع بقى عادة عنده. كان بيقعد بره المباني السكنية ويتفرج على السكان من شبابيكهم، وبالتحديد كان بيعلم على الشقق اللي فيها بنات شابات عايشين. كان بيراقبهم وهم رايحين وجايين وعايشين حياتهم، كان بيتخيل إنه بيأذيهم. وبعدين في النهاية يوم 24 أغسطس هو صعد الموضوع. ده كان الوقت اللي اقتحم فيه بيت كريستينا وسونيا عشان يعتدي عليهم ويقتلهم. الليلة اللي بعدها عمل نفس الحاجة في شقة كريستا. هو كان بيراقبها لأيام قبل الهجوم، ويمكن عشان كده كان متقن جدا هو بيحط جثتها في وضع معين بعد القتل. وبعدين في النهاية ضرب ماني وتريسي. بس بحلول الوقت ده داني كان مفلس تماما ومحتاج يجيب أكل ومستلزمات أكتر لجرايمه، وده معناه إنه كان محتاج يحط إيده على شوية فلوس. فيوم 27 أغسطس نفس اليوم اللي قتل فيه تريسي ومانيه، بدل ما يكمل موجة القتل بتاعته داني سرق بنك في جينزفيل وهرب بمبلغ كبير من الفلوس اللي خباهم في خيمته في الغابة. بعدين في نفس الليلة دي الشرطة كانوا بالفعل بيعملوا دوريات في المنطقة، وكانوا على أعصابهم بعد كل جرائم القتل دي. فلما ضابط شاف داني بيتسلل بين الشجر أمره فورا إنه يقف في مكانه. داني ما استسلمش وطلع يجري. الضابط ده طرده لحد ما وصل للخيمة، وهناك لقى الفلوس المسروقة. بس في اللحظة دي الضابط ما كانش عنده أي فكرة إن داني له علاقة بجرائم القتل أصلا. هو افتكر إنه بس لقى حرامي البنك بتاع اليوم ده. وعلى أي حال الشرطة قدروا يقبضوا عليه ووجهوا له تهمة السطو، وده السبب اللي خلاه قاعد في زنزانة بعد 4 شهور في يناير 1991. وبعدين البوليس وصل له دليل الحمض النووي والبلاغات عن داني، وأدركوا إنه قاعد في السجن بسبب سرقة البنك، فجابوه عشان يستجوبوه. وفي وقت قصير داني اعترف باللي عمله كله، قال أيوة أنا سفاح جينزفيل. طبعا المحققين وجهوا لداني تهم كل جرائم القتل. هو عين محامي بدأ يجهز دفاعه، حاول يدعي انه مش مؤهل عقليا عشان يتحاكم، وداني زعم انه عنده اعاقات في النمو منعته من انه يفهم كل اللي بيعمله. الا ان اخصائيين الصحه النفسيه فحصوه وما اقتنعوش بالحجه دي. هم وافقوا ان داني كان عنده شويه اعاقات بالفعل، بس هو كان لسه عارف الصح من الغلط ايه. محاكمة داني كانت متجدولة في فبراير 1994. كان بيواجه 5 تهم بالقتل، وفي النهاية بدل ما يحارب التهم دي داني اعترف بذنبه. عشان نكون واضحين هو ما تقبلش أي صفقة أو مساومة عشان ياخد حكم أخف. بعد ما داني اعترف بذنبه اتحكم عليه بالإعدام، وده غالبا مش هيكون مفاجأة. بس المحاكمة كلها ومرحلة الحكم واعترافه بالذنب كانت قصة إخبارية ضخمة، وطبعا كان لازم تكون كده. داني أرعب مجتمع جينزفيل كله بجرائمه الوحشية البشعة، فالناس دلوقتي في كل حتة في الولايات المتحدة كانوا عايزين يتأكدوا إنه هياخد جزاؤه. كانوا بيتابعوا باهتمام كل ما نشرت الأخبار المسائية تجيب سيرة القضية دي. كانوا بيشتروا الجرايد اللي بتتكلم عن قضيته وبيرغوا في الموضوع مع بعض، وده كان من ضمنهم كاتب طموح اسمه كيفن ويليامسون. الكاتب ده أول ما سمع عن موجة القتل بتاع داني أدرك إنها ممكن تعمل فيلم رعب كويس جدا، فكتب سيناريو للفيلم اللي احنا دلوقتي عارفينه باسم سكريم. إلا إنه ما كانش اقتباس دقيق قوي للقصة، كان عمل خيالي إلى حد كبير. على سبيل المثال في الفيلم القاتل بيستهدف طلاب في المدرسة الثانوية مش طلاب جامعة. أنا مش عايز أحرق النهاية، بس خلونا نقول إن قاتل الفيلم كان مختلف جدا عن داني. على أي حال زي ما انتوا عارفين لو شفتوا فيلم سكريم فالفيلم عمل نجاح ضخم في الهالوين.
الفيلم ده كان بمثابة نقلة نوعية لأفلام الرعب في هوليوود كلها. بس حتى والناس كانت بتتزاحم على السينمات عشان تتفرج على الفيلم ده، قليلين جدا منهم كانوا أصلا مدركين إن سكريم كان مبني على قصة حقيقية لسفاح جينزفيل. في نفس الوقت داني فضل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. هو قدم عدد من الاستئنافات إلا إن كلها اترفضت، وفوق كل ده بدأ يقول للحراس والمراسلين إنه مش هو المسؤول فعلا عن جرائم القتل دي، هو بس اعترف بالذنب. بس عشان نكون واضحين، داني كان لسه بيعترف إنه ارتكبهم كلهم، بس دلوقتي بيقول إنه ما كانتش غلطته. حسب كلام داني خلال موجة القتل بتاعته، هو بيعتقد دلوقتي إنه كان ملبوس من شيطان. الروح الشريرة دي سيطرت على جسمه وأجبرته إنه يعمل الحاجات الفظيعة العنيفة دي. في أوقات تانية كان بيقول رواية مختلفة من القصة. داني كان بيقول إنه عنده شخصيات متعددة، واحدة منهم كانت قاتل متسلسل. فكده حجته ما كانتش إنه كان ملبوس حرفيا، بس إنه كان عنده حالة نفسية شبه اللبس. في كل الأحوال هو بيفترض إنه ما كانش مسيطر على نفسه خلال جرائم القتل دي، هو ما كانش عايز يدفع تمنها. طبعا ناس كتير اختارت إنها ما تصدقش قصته، في الأول وفي الآخر هو حتى ما كانش عارف يثبت على حجة واحدة. مع ذلك داني كان شكله مصمم إنه يتحكم في رواية الأحداث حوالين الجرائم اللي ارتكبها. فمرة أعلن إن هو هيكتب كتاب عن اللي عمله، والكتاب ده كان هيتضمن رسومات داني كان ناوي يرسمها بنفسه. طبعا أول ما أهالي ضحاياه سمعوا بده اترعبوا تماما، فتدخلوا في الموضوع على طول. هم ما قدروش يمنعوا داني من نشر كتابه، بس كانوا عايزين يتأكدوا إنه ما يعملش أي فلوس منه. عشان كده رفعوا قضية تضمن إن كل العائدات من المبيعات تروح لمكان تاني. داني ما شافش ولا مليم من ربح الكتاب ده. مع ذلك كتابه وصل في الآخر للمكتبات. هو استمر في الإصرار إنه كان عنده شخصيات متعددة. داني قال فعلا إنه كان مرعوب من الجرائم اللي ارتكبها زيه زي أي حد تاني. مع ذلك ده ما كانش كفاية عشان يلغي الحكم بتاعه، وداني تم إعدامه بالفعل يوم 25 أكتوبر سنة 2006. ده كان الوقت اللي أخد فيه فرصة إنه يقول كلماته الأخيرة. داني اختار إنه يغني بيانه. دي كانت طريقة أخيرة عشان يوري إنه حتى مش ندمان، وإنه بيحتقر كل الناس اللي أذاهم. 47 شاهد اتفرجوا وهو بيقدم العرض الغنائي ده، وبعدين اتربط على كرسي وادوله حقنة مميتة. داني مات وهو عنده 52 سنة، بس على الرغم من إنه خلاص راح وحياته انتهت، إلا إن حياة أهالي الضحايا عمرها ما هترجع زي الأول. لحد النهاردة في نصب تذكاري ولافتات في كل حتة في الحرم الجامعي بتكرم الموتى وبتشجع المرة إنهم عمرهم ما ينسوا اللي حصل لهم. بعض المجموعات كمان عملت حملات عشان تغير الطريقة اللي بنتكلم بيها عن موجة القتل دي. هم عايزين الناس يسموها جرائم قتل طلاب جينزفيل، عشان ده بيحط التركيز في مكانه الصح على الضحايا والطلاب مش على داني. بس بغض النظر عن اللي الناس بتقوله أو إزاي بيتكلموا عن الموقف، مستحيل ننكر إن داني ساب بصمته. يمكن يكون عمل كده بشكل مادي كمان. في شائعات عن أشباح في الأماكن اللي ارتكب فيها الجرائم. الناس كمان قالوا إن في طاقة شريرة في الغابات اللي كان قاعد فيها خلال موجة القتل دي. بس أكتر القصص المخيفة هي عن بيت طفولة داني. حسب السكان الحاليين للبيت بتاع طفولة داني، هم بيعانوا من نشاط خارق للطبيعة كتير هناك من سنين. بيقولوا إنهم ساعات بيسمعوا خبط وأصوات تانية في أوض المفروض إنها فاضية، وفي أوقات تانية حاجات بتبان كأنها بتتحرك لوحدها. الصور المتعلقة بتقع من على الحيطة حتى لو محدش لمسها. وحسب كلامهم كل ده بدأ بعد إعدام داني فورا. ده بيخلي الموضوع يبان كأنهم بيقولوا إن روحه رجعت بيتها بعد موته، ودي مش مجرد إشاعة صغيرة بيقولوها. لأن في 2021 فريق حقيقي من محققي الظواهر الخارقة قرروا إنهم يستكشفوا الموضوع بنفسهم. استخدموا كل معدات صيد الأشباح بتاعتهم وزاروا كل مسارح الجرايم وبيت داني. الفريق كمان صور كل حاجة، وفي الآخر لقطاتهم اتعرضت على قناة اسمها ترافل. دلوقتي خلال تحقيقهم استخدموا جهاز المفروض إنه بيكشف التغيرات في الطاقة. بيصفر بصوت عالي جدا كل ما يكون في شبح محتمل قريب. فمرة المحققين ولعوا نار مخيم في الغابة جنب المنطقة اللي داني كان عايش فيها زمان، وسألوا أسئلة بصوت عالي عن الجرايم وعن إذا كان داني فعلا كان ملبوس. وكل مرة كانوا بيجيبوا سيرة الجرايم دي الجهاز ده كان بيصفر لوحده. ده خلى الفريق يصدق إن داني كان فعلا هناك، وإنه جه مخصوص عشان يرد على أسئلتهم، لأنه كان فخور باللي عمله وعايز يفضل يتكلم عنه حتى بعد الموت. بعدها الفريق تقريبا تواصل مع حاجة في بيت داني. الحاجة دي زعمت إنها سفاح جينزفيل. بس اسمعوا دي، الكيان ده كمان قال إنه مش روح داني. بدلا من كده المخلوق ده بدأ كأنه بيأكد اللي داني قاله، بيأكد إن في شيطان شرير لبسه وأجبره إنه يرتكب الجرائم دي. فريق الظواهر الخارقة ده عمل طقوس طرد أرواح عشان يحاولوا يطردوا الروح الشريرة.
بس بنهاية حلقة التلفزيون الخاصة بتاعتهم حسوا ان البيت اتطهر. ما كانوش حاسين بأي وجود شرير في البيت ده، أجهزتهم ما بقتش بتصفر تاني، فكل الظواهر بتقول إنهم ممكن يكونوا بعتوا روح داني للحياة التانية أو تخلصوا من الشيطان ده، أو على الأقل ده اللي قالوه قدام الكاميرا، لأني أغلبكم مش هيصدق الكلام ده وأنا مش مصدقه. ولكن البعض مقتنع تمام الاقتناع إن الحاجات دي كلها حقيقية، إن اللي شافوه في البيت، الأجهزة اللي بتصفر وكل الأمور دي بتعني أشباح فعلا. وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر اذا شايفين ان الفيديو يستحق ان هو ينتشر. ويا ريت ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا، واشوفكم قريبا في فيديو جديد.